وهنا نربط، بعد الديناصورات الكوكب ما هديش، بالعكس الارض نفسها كانت بتلعب لعبه تانية، براكين بتنفجر وقارات بتتزحلق وتتفكك ومحيطات بتفتح وتقفل. يعني الثدييات خدت المسرح، بس المسرح نفسه كان بيتشقلب، براكين مولعه وقارات بتتزحلق زي قطع بازل كبيره عايمه على الميه. خليني اشرح، الارض مش كره صلبه ساكته، لا، القشره الارضيه متكسره لقطع اسمها الواح تكتونيه، تكتونيك بليتس. الالواح دي بتتحرك فوق طبقه شبه سايله، ساعات يخبطوا في بعض ويعملوا جبال، وساعات يتباعدوا فيتفتح محيط جديد. في الفتره دي بالذات بعد 66 مليون سنه فاتت، كوكبنا كان داخل على مرحله جنون جغرافي. في اماكن البراكين شغاله لدرجه انها غطت مساحات ضخمه من الارض بالحمر، زي الديكن ترابس في الهند. تخيل بركان مش بس بيولع جبل، ده ولع نص قاره. وفي نفس الوقت القارات القديمه اللي كانت متجمعه في الكتله العملاقه والموانا بدات تتفكك هي كمان. اهم لقطه هنا، استراليا زمان كانت لازقه في انتاركتيكا، القاره القطبيه الجنوبيه، لكن بعد ما الدنيا اتشقلبت استراليا بدات تتحرك شمالي. يعني القاره دي حرفيا لمت شنطتها وقالت انا ماشيه. وطبعا الحركه دي كانت ليها تبعات، استراليا وهي طالعه لفوق دخلت في خطوط عرض قتل، المناخ عندها اتغير، النباتات اتنوعت والحيوانات اللي فيها بدات تاخد سكه خاصه بيها. يعني ممكن نقول ان انفصال استراليا هو بدايه قصتها كقاره مستقله بيئيا.